اكيد يعني الاضراب والسلمي تحديدا هو امر مشروع للجميع، وبالذات يعني دكتور مع احترامنا وتقديرنا لكم، يعني لما ذكرت انه رواتب فقط هي $60 للطبيب في الشهر، هل يعقل؟ هي ما بتعيش فرد اسبوع عشان تعيشه شهر، بالذات اذا كان عنده عائله وبعد انقضى 7 سنوات من عمره في هذه الدراسه. على العموم الله يكون في عونكم، وان شاء الله تكون يا رب المره هذه في نتائج مرضيه وايجابيه. شكرا لك دكتور مصطفى جامع، المنسق العام لجبهه اطباء 1 اكتوبر والجهه الداعيه للاضراب. يومك سعيد. $60 بس حق اللي يعني ما لحق يحسبها على الموبايل او بالكالكوليتر، هي عباره عن تقريبا يعني 200 ريال سعودي، 200 درهم. على فكره راتب مخجل. انا سمعت اذا كثرت 500 جنيه مصري في الشهر. يعني انا توقعت يعني لما قالت لنا زميلتنا من مصر انه توقعت حتقولي بالاسبوع، يعني يعني مش باليوم كمان، ما حكثير يعني حطمع، ولكن بالاسبوع، ولكن بالشهر. يعني هل يعقل انه في بني ادم ممكن يعيش ب 600 جنيه في الشهر؟ يعني انا تذكرت الحين زميل كان لي في الدراسه كان ذابح روحه دراسه عشان يطلع مرتبه عليا ويحصل بعثه الطب، فالحين بصراحه لازم نطمن على احواله. عشان كذا ذكرني احد الفنانين لما كان يقول انه معظم الكوادر المصريه تطلع مصر، وهذا تخلي عن الوطن. اذا كان الوطن ما راح يعطيهم بالمقابل على اللي هم تعبوا، فاكيد ما راح يعطوه، راح يطلعوا برا. لذلك نشوف اطباء مصريين كثير شطار وكثير مؤهلين ومشهورين، ولكن خارج ارض الوطن. يعني في النهايه فقط اذا كانت الاعذار دائما تتعلق بالميزانيه، فقبل كم يوم تركيا اقرضت مصر $1 مليار. نتمنى انه يكون له نصيب بالنسبه للاطباء وايضا باقي اذا ما كان في فساد. ان شاء الله ما يكون في فساد. الان